ميسي يهودي تبرع للصهاينة. البعض يريك نصف الحقيقة فقط حتى تصدقه، ويتعمد إخفاء النصف الثاني حتى تتعاطف معه، وللأسف يساعد المضلل كل جاهل عن غير عمد فيحقق مراده، وتخسر هدفك دون أن تشعر. ففي عالم تحكمه وسائل التواصل، أصبحت الشائعات والأكاذيب جزءا من زيادة التفاعل لكسب الشهرة أو المال، وأحيانا التعاطف، دون اكتراث بنظرة البعض لوقائع الأمور. في أوهام كروية نعيد تصحيح المفاهيم ونشر الوعي وإيضاح الحقائق حتى لا تختلط الحقائق بالأوهام. ميسي صهيوني وتبرع للاحتلال الغادر. انتشرت هذه المقولة مع عدة صور للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وهو أمام حائط البراق، وكذلك مع رئيس وزراء إسرائيل السابق، رفقة خبر من موقع غير معلوم المصدر حول تبرع ميسي بمبلغ $1,000,000 للجيش الصهيوني. ولأن مشاعرنا العربية فياضة ولا تقبل المساس بأراضي فلسطين المقدسة، انتشرت الرواية كالنار في الهشيم. فما هي حقيقة الأمر؟ أولا يجب الإجابة على سؤال: هل ميسي يهودي؟ بالطبع الإجابة لا، وهذا يظهر في احتفاله بعد كل هدف برسم الصليب المسيحي على جسده، كما يوجد وشم على ذراعه لنافذة وردية يشير إلى كنيسة سانتا ماريا ديلبي الشهيرة في مدينة برشلونة. إذا ما قصة الصورة وما صحة خبر التبرع؟ الصورة صحيحة 100%، ولكنها كانت أثناء زيارة برشلونة للأراضي الفلسطينية المحتلة تحت مظلة اليونيسف وتحت شعار جولة برشلونة للسلام، والتي قام خلالها برشلونة بزيارة الجانب الصهيوني وكذلك الجانب الفلسطيني واللقاء بالرئيس أبو مازن، وكذلك زيارة حائط البراق ضمن الشعائر الدينية. وتضمنت هذه الزيارة لقاءات مع فنانين فلسطينيين ولعب مباراة كرة ودية بين شباب من فلسطين وشباب من الجانب الآخر. ولكن لأن الإعلام الصهيوني أكثر قدرة على توصيل رسالته، ألقى الطعم ونشر الصور التي تخصه فقط كدعاية مجانية وابتلعه الجميع. أما فيما يخص التبرع فقد كذبته الصحافة الغربية وليونيل ميسي شخصيا، ويكفي أن تعرف أن الموقع الذي نشر هذا الخبر نشر بعده صورة لرونالدو وهو مغطى بالطين، وكتب عليها: كريستيانو أثناء دعمه للمقاومة الشعبية الفلسطينية. ميسي كذلك قد أدان القصف الغاشم على غزة في وقت سابق، وألغى مباراة ودية بين الأرجنتين والصهاينة، وأعلن تبرعه لسوريا. حاله كحال رونالدو وغيرهم من المشاهير الذين يتعاملون معنا بمنهجية بشرية بحتة، ولا يعرفون ما تعنيه لنا القضية أو ما هي القضية من الأساس. وفي النهاية يجب أن نعرف أن قضيتنا عربية بامتياز، ولا يجب أن ننتظر أن يتعاطف معنا الغرب أو من يمثلهم، أو نلهث خلف من يدعم هؤلاء ومن يدعمنا. الشمس لا تغطى بالغربال، وشمس فلسطين ستظل مشرقة ما حيينا.